السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي فاز وبقى 40 نقطة، وبيراميدز فاز وبقى 40 نقطة، يعني تساووا معانا في النقاط، واحنا لسه لينا مباراة الغد أمام الاتحاد. مباراة الاتحاد عنق زجاجة يا لعيبة الزمالك، عنق زجاجة يا لعيبة الزمالك. احنا الضغط بقى علينا دلوقتي بعد الفوز النهاردة. المنافسين لينا ووصولهم بالتساوي في عدد النقاط لينا. الأهلي فاز، يعني فوز مش مقنع، يعني فوز مش مقنع. أنا ليا بس لقطة، الهدف التعادل الأولاني بتاع المقاولين اللي هو جه في الدقيقة حاجة و50. أنا كنت قاعد وعارف إن الحكم هيلغيه، بس كان عندي الفضول عايز أعرف الحكم هيلغيه ليه. هل اللاعب، يعني قلت ايه، اللاعب اللي رافع الكوره اللي عمل عرضيه ده اوفسايد؟ استحاله، وخد وقت كبير جدا. بس جابوا لك لعبه تانية خالص، لعبه تانية خالص من اولها، اللاعب الافريقي اللي كان راجع من منطقه التسلل وهو اوفسايد صحيح. فانا كان نفسي اعرف هيعملوها ازاي، بس عرفوا يجيبوها من خرم ابره. الف سلامه يا كريم يا فؤاد، الف مليون سلامه. انا اتضايقت جدا اول يعني ما شفت الوقعة، يعني الإصابة اللي جات لك في بداية المباراة والتغيير الاضطراري. فالواحد زعل جدا لأن أنت لعيب محترم ولعيب مجتهد ومالكش حظ يعني. وإن شاء الله تكون بسيطة وترجع تاني يعني تشارك مع فرقتك. وبإذن الله بإذن الله يا لعيبة الزمالك، بكرة مباراة بكرة عنق زجاجة. عايزين نأكد تفوقنا الفترة الأخيرة، خاصة بعد جماهير الاتحاد عملته في ماتش المحلة. وحي حي دور الزمالك جاي. عايزين بقى نشوف بقى الاتحاد فايق الفترة الأخيرة، طبعا كسبان 4 ماتشات من 6. إن شاء الله مش هياكلوا معانا ومحدش هياكل معانا. وبإذن الله بإذن الله هنأكد الصدارة بكرة وهنوصل للنقطة 43، وبإذن الله خطوة ورا خطوة والدوري هيبقى في 100 عقبة. سلام.